السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو زوج اطباق المائدة رمضان ان شاء الله. زوج اقتراحات هايلين وبزاف بنان. كمونية بالكبدة والمرقاز كما تشوفوا فيها تجي هايلة، والبنة ما نحكي لكمش. وراح نديرو كذلك حشو بزاف بنين وهايل. لي فون دو تارتولات هادو مالحين، يجي واحدة، يجي يعني واحد البنة. هذا الحشو وحشو مختلف، كل مرة نديرو حشو. شوفوا الحشو تاع اليوم شحال يجي بنين، وشوفوا الالوان اللي فيها كيفاش يعني جا المنظر تاعها والذوق تاعهم جاو هايلين. يعني بطريقة جد بسيطة تاع الحشو هذا. نبداو على بركة الله. بسم الله. جبنا لهنا سكالوب رحيناه، صدر الدجاج بولياشي لهنا، قليناها في شويه تاع ملح وزيت، رحيتها مع حبه تاع بصل، حطيتها في لاشوار مع حبه تاع بصل، قليتهم في المقلاة وملح، ضفت لهم اللحمه بعد ما تقلاو. ضفت لهم لاصوص طوماط. انا عندي واجده طايبه، اللي ما عندهاش واجده طايبه تقدر دير يعني شويه تاع طماطم، حبه ولا زوج طماطم مع فص ولا زوج تاع الثوم وشويه زيت، وتقليهم في المقلاة وتخلطهم معاهم. وضفت كذلك كريمة الجبن، نفس كمية كريمة الجبن، ونفس كمية لاصوص طوماط اللي حطينا. كريمة الجبن اللي هنا شوية متماسكة، درتها بالعاني يعني متماسكة قصدا، باش من بعد تنشف لي هذاك الخليط تاعي كي تبرد تنشف هذا الخليط. خلطتهم لهنا، حطيتهم 3 دقائق فوق النار وعاود نحيتهم. جبنا لي فون دو تارتولات تاعنا، نفرقوا فيهم هذاك الخليط تاعنا هكذا بهذه الطريقه. هذا الخليط يجي بزاف بنين، يعني رايحين نديرو كل مره حشو مختلف. المره هذه هذا الحشو بزاف بنين يجي هايل. دوكا راكم تشوفوا فيه شويه سائل، جست شويه يقيسوا يعني الهواء، باسكو كريمه الجبن عندنا متماسكه بزاف. او تحبي تحطي الجبن تارتيني مباشره، يعني ما تحطيش كريمه الجبن، تحطي جبن تارتيني وليد، باسكو هو اللي بنين في الاجبان كامل. نعمروا كامل هذوك لي فون دو تارتولات تاعنا المالحين بهذه الطريقه. وتشوفوا التزيين شحال يجي، يعني يعطي نظره بزاف تشهي. طريقه تزيين زيت جد جد بسيطه. جبنا الزيتون الاخضر مقطع دوائر هكذا، يعني كل حبة حطينا لها شوية هكذا فقط على الجوانب، 4 قطع. تحبي تحطي كتر حطي كتر، كي تحطي كتر تجيك على شكل وردة. احنا درنا غير هذا التزيين ويجيوكم بنان ويجيوكم يشهي، وسورتو اللي عندها هكذا الأطفال يعني يكونوا شوية كبار، هادوك يحبوا بزاف المملحات. شوفوا كيفاش زينتها. حطيت الزيتون الاخضر، وحطيت حبه زيتون اسود، وحطيت كذلك قطعت ريشات تاع المعدنوس ضفتهم، وحطيت هذه طماطم الصغيره تعطي كذلك اللون. وبنينه هذه طماطم سوريزي هذه. شوفوا المنظر النهائي تاعهم كيفاش جا. وصدقوني الحشو هذا بزاف بنين بنين تاع الصح، بزاف بنين. شوفوا كيفاش المنظر تاعهم جاي شهي وجاو هايلين. الناس يعني اللي راهي ديما تسقسي فيا وتقول لي على الحشو، راني حرنا في الحشو واش نديرو. هذا حشو مختلف ويجي بزاف بنين، ما فيهش الخضار. وان شاء الله نزيد ندير لكم عدة حشوات اللي يجيوكم يعني ساهلين، ما يديوش الوقت ويجيو بنان كذلك. شوفوا هذه كيفاش جات، منظر تاعها جاي شهي وتجي بنينه، فريمون بنينه بنينه. ان شاء الله يعجبكم هذا الحشو. قبل ما ننتقلوا للطبق الثاني اللي هو كمونية بالكبدة والمرقاز، شوفوا معايا مليح هذا الطبق كيفاش يجي اقتراحات طاولة رمضان.
شاء الله يعجبكم، ومتاكده بلي راح يعجبكم. وزيدوا نرجعوا للكمونيه تاعنا اللي بالكبده، تاع كبده الدجاج، كبد الدجاج والمرقاز. شوفوا كيفاش تجي مع مريقه خاطره، تيجي بنينه وتجي طبق رئيسي، تيجي هايله في البنه، الريحه تاعها راهي تشهي. وهذه طبق مغذي بزاف، مغذي، وتجي بنينه وتجيك زاكيه. شوفوا كيفاش المنظر تاعها وحده، راهي بنينه بزاف. تجي طبق رئيسي في رمضان. نبداو الطريقه تاعها بسم الله وعلى بركه الله. جبنا المرقاز تاعنا، قطعناه قطع صغيره، شوفوا كيفاش قطعته. وجبت الكبد كذلك، كبد الدجاج، بعد ما غسلته مليح بالملح والخل والماء، يعني غسلته مليح مليح، قطعته قطع كيما راكم تشوفوا، قطع صغيره. نجيبوا مقلاة او البرمه تاعك اللي حديري فيهم، نحطوا هذاك المرقاز تاعنا في المقلاة تاعنا، نضيفوا كذلك هذيك الكبد، ونحطوا البهارات تاعنا اللي نديروهم باش يجينا الاكل هذاك بنين. شوفوا واش راح نحطوا. بصل، شوفوا الكميه اللي حطيت غير شويه بصل، يعني قدر نصف حبه او اقل من نصف حبه تاع البصل مسكرفج ولا مربي في فلاشوار. نحتاجو غير شويه. ضفت كذلك راس الحانوت اللي فيه بهارات مشكله، ضفت شويه تاع كمون وشويه تاع قزبر، شويه تاع الملح، ما نكثروش الملح باسكو نحتاجو شويه مرق فقط، شويه تاع الفلفل الاسود، 3 ملاعق تاع الزيت. مش راح نديرو مرق كبيره فيها، راح نديرو فقط شويه تاع المرق باش تجينا خاطره وباش تجينا بنينه. وهي الكمونيه كيما هكا متجيش فيها المرق بزاف. خلطت لها هادو المكونات، ضفت لها 2 فصوص تاع الثوم وريقه تاع الرند، نصف ملعقه تاع طوماطيش مصبره. درت لكم من قبل طريقه تاع الكمونيه، كل مره نديرو طريقه تختلف على الثانيه، طريقه الطبخ مختلفه هذه المره. نحطوهم يتقلاو كامل فوق النار. شوفوا كيفاش ما ضفت لهمش خلاص الماء، يعني حطيت هذوك المرقاز والكبده تاعنا مع البهارات والبصل والثوم اللي حطينا فوق النار يتقلاو مليح. شوفوا كيفاش وحدهم طلقوا هذيك العصاره تاعهم بدون اضافه اي قطره من الماء. شوفوا كيفاش طلقوا هذيك العصاره تاعهم. النار تكون ناقصه بيان سور، ما ديروش النار بزاف قويه. واش نزيد نضيف لها؟ نضيفو نصف كاس تاع الماء، نصف فقط. شوفوا الكاس كيما كملتوش، درت نصف فقط، يعني نحتاج شويه فقط تاع لاصوص فيها باش تجينا بنينه وباش تجي خاطره هذيك المرق تاعنا تجي ثقيله. ما نضيفولهاش الماء بزاف، الماء راح يخليها ترجع الطبخه تاعنا راح ترجع صامته. كون تضيفي لها بزاف الماء راح تروح هذيك البنه والخطوريه هذيك تاعها. لهنا نخليوها تغلي في النصف ماء هذاك، نغطيوها ونخليوها تغلي. بيان سور تكون النار تاعنا ناقصه، ديما نقول لكم. شوفوا كيفاش هذاك المرق تاعنا ما نشفش، بقات شويه تاع المرق تبقى بها بنينه. ونلقاوها لهنا نشوفوها كي طيب الكبده تاعنا، يعني الكبده ما تديش، الكبد تاع الدجاج ما يديش بزاف الوقت. تقدري ديريها بكبد الدجاج او تحبي يعني بكبد تاع الخروف او تاع البقر، يعني اللي عندك. انا درتها بكبد الدجاج بشويه تاع المرقاز هكذا. انا طفيت عليها في صحن طابت. شوفوا خليت فيها شوفوا فقط تاع لاصوص قدامكم، يعني باش تعرفوا الكميه تاع المرق كيفاش تجي. جوست تجي قدها قد هذيك المرق، ريحتها راهي تشهي. يجي طبق رئيسي في الطاوله تاعك، يحمر لك الوجه ويجي بنين وتحبوا عائلتك، وطبق مغذي جد مغذي. شوفوا المرق قدها قد يعني نحتاجو فقط شويه تاع لاصوص فيها. شوفوا كيفاش تجي بنينه شكلا ومضمون، يعني راهي تجي بنينه وتشهي بالعين.
طبق رائع كمونية، سورتو كمونية بالمرقاز تيجي الذوق تاعها رائع، تيجي احسن من الكمونية اللي بالكبد وحدها. كي تعود مخلطة كبد ومرقاز تجيك رايعة. شوفوا كيفاش نهاية الطبق تاعنا، زينته بشوية معدنوس، شوية تاع بصل وشوية تاع رونديلا تاع قارص ليمون. شوفوا كيفاش جا المرق، شوفوا كيفاش خاطرة. يجي طبق رائع وطبق رئيسي. نتمنى يعجبكم، وصحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، بون ابيتي، في امان الله وحفظه.